السلام عليكم. في الجزء الاول حكيت لكم اني بدات من الصفر وبعت حسابات جيميل وكسبت حوالي $100، لكن بعد الفيديو التعليقات ما وقفتش وناس كتيره بدات تجرب وناس تانية بدات تسال. واحد كتب لي انا بدات ابيع حسابات فعلا بس فجاه بتحذر، هل في طريقه مضمونه لتفادي الحظر؟ والحقيقه دي واحده من اخطر المراحل لازم تفهمها كويس. واحد تاني كتب لي انا جاهز ابدا بس مش لاقي جروب ابيع فيه الحسابات، في مكان موثوق ممكن ابدا منه، وعشان كده قررت اسيب لكم جروب خاص في اول تعليق مثبت. لو لسه مش لاقي مكان تبدا منه ده هيكون اول خطوه حقيقيه ليك. النهارده هقول لك كل حاجه خطوه بخطوه وهنبدا من الاساس. لو كنت فاكر ان الجيميل بيتعمل من تطبيق جوجل وخلاص تلاقي انك لسه بديت في المجال، لكن لو انت قديم شويه هتبقى عارف ان في اكتر من 20 تطبيق ومتصفح تقدر منهم تعمل الحسابات، زي جوجل كروم وبلاي ستور ودك دك جو واوبرا وبنان والخ الخ. الجميل انك مش محتاج تنزل كل ده، كل اللي محتاجه انك تدخل على بلاي ستور وتكتب متصفح خفي او براوزر برايفت وتختار اللي يناسبك. كل يوم بننزل اسماء وباسوردات في الجروب زي ده وناخدهم كوبي ونشتغل. ندخل على متصفح خفي ونضغط انشاء حساب، نختار لنفسي وبعد كده نحط الاسم، بعد كده التاريخ ولازم أن يكون تحت 2000. تيجي بعد كده مرحلة الجيميل ونحط، نضيف مثلا 3 أرقام على الاسم، ولو متاخد ممكن نعدل الأرقام، والباسورد كده كده ببقى مديهولك فانت بتكتبه ونوافق ويلا، وبيتعمل كده معانا الحساب ونبعت الجيميل في الشات. بعد ما تنشئ الجيميلات لازم تتأكد انها شغالة وسليمة، وده بيتم ب3 خطوات أساسية. لينك الفحص الصيني بنختار الجيميلات الجود فقط، ولينك تنظيف الجيميلات من الفراغات والعلامات، ولينك التكرار لو في ايميل متكرر بيظهر هنا. كل اللينكات هتلاقوها في وصف الفيديو والتعليق المثبت. نيجي بقى لأهم جزئية واللي انت مستنيها من أول ما بدأنا الفيديو، الحظر. أكتر حاجة بتخلي الناس تبطل المجال ده الحظر. بس اسمعني، لو فهمت جوجل بيفكر ازاي هتعرف تفك الحظر ب5 دقايق، ودي بتبقى معتمدة على طريقتين، لو انت شغال داتا ولو شغال واي فاي. هنبدأ لو انت شغال داتا. اول حاجة بتمسح بيانات المتصفح وبتفعل وضع الطيران وبتغير الشبكة ل 2G، وبتغير الدولة تخليها الإمارات، الكويت، السعودية، لندن. تقعد تجرب، لو ما نفعتش تجرب غيرها وكده. ترجع الشبكة ل 4G، تشغل متصفح مختلف عن اللي اتحذرت عليه، ولو فشل اقفل الموبايل 10 دقايق في وضع الطيران وان شاء الله هتشتغل معاك. لو انت بقى واي فاي افصل الراوتر 5 دقايق وامسح بيانات المتصفح وتغير الدولة واللغة والساعة وتشغل تاني وجرب وان شاء الله هتنفع برضو معاك. والمهم جرب متصفحات مختلفة كل مرة لحد ما تعدي. انا وقت كتير واتنصب عليا واتحظرت حساباتي، لكن لما بدأت أنظم شغلي وأنشئ الجيميلات صح وأفحصها وأشتغل بأمان بدأت أكسب بانتظام. النصيحة اللي تخليني أكسب: أشتغل من أكتر من متصفح، أتأكد من الفحص، أبيع بسعر ثابت وخصم على الكمية، أبني سمعة في الجروبات الأول. دلوقتي بعد ما عملت الحسابات ممكن تسأل نفسك أبيعها فين؟ بص، في جروبات كتيرة بس للأسف مش كلها آمنة، في ناس بتضيع وقت ومجهود عشان تدور. عشان كده أنا عامل جروب خاص آمن ومنظم وفي ناس محترمة فعلا. لو مش لاقي جروب تثق فيه تعالى نورنا في الجروب بتاعنا، هتلاقي اللينك في أول تعليق مثبت. وده كان جزء بسيط من اللي اتعلمته، بس خليني أقول لك كل اللي فاتك ده مجرد بداية. لو عايز تحول بيع حسابات جيميل من مجرد تجربة مؤقتة لدخل ثابت كل شهر ومشروع حقيقي تمشي عليه بخطوات واضحة، استناني في الفيديو الجاي هشرح لك فيه ازاي تبني مصدر دخل ثابت من بيع الجيميلات، تخلي عندك عملاء بيرجعوا لك كل اسبوع، وتطور مشروعك من مجرد بيع لشغل بيكبر معاك. وقبل ما اقول لك سلام ما تنساش تشترك في القناة وتكتب لي في الكومنتات. مستني الفيديو الجديد، والسلام.